الخط طلع من تحت لفوق مسطره. تاخد بالك من النقاط دي عشان نعمل حمام خاص بغرفه الماستر وحمام تاني خاص بالحمام رئيسي. هنا الحمام للصناعيه للمهندسين لازم تاخد بالك من الصرف. اهم حاجه الصرف. بص الصرف متغلف ومتاكد عليه، وداخله داخل الصرف ده كرتون وصمامين. في هنا مكتب، المكتبين دول كان لازم نضيق الباب الشباك. طبعا الشباك ده كان واسع باين البنى بتاعه، بنيناه ومحرناه عشان خاطر يخدم معاه على المكاتب اللي هنا. عملنا المعبره دي دخلنا لجوه عشان ده ريسبشن نحترمه يعني، وبنينا الكتفين دول علشان خاطر نخلي الجزء ده هنا هيبقى فيه نيش. ما ينفعش طبعا الحجم ده كله، صغرنا الشباك عشان يخدم معايا. طبعا احط هنا تسريحه، مؤسسين الجزء ده هيبقى فيه هنا تسريحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي للتشطيبات. احنا النهارده في جسر السويس، بالتحديد شارع جمال عبد الناصر. معانا موقع جديد من مواقعنا. هنا الموقع دخلنا فيه دلوقتي بنعمل تعديلات معماريه وخلصنا سباكه وكهرباء. سريعا كده عاوزين نبص على التعديلات المعماريه. اول حاجه عندنا هنا المدخل ده كان كله مفتوح على بعضه. هنا طبعا عملنا المعبره دي دخلنا لجوه عشان ده ريسبشن نحترمه يعني، وبنينا الكتفين دول علشان خاطر نخلي الجزء ده هنا هيبقى فيه نيش او جزامه جنب الباب بعد كده، فالجزء ده يخدم عليها. تمام. طبعا هنا الشباك كان عريض جدا، حاولنا نظبطه على متر 40، صغرناه واممناه عشان خاطر يبقى الى حد ما افضل شويه. ده الجزء طبعا بتاع الشاشه. طبعا تاسيس الكهرباء هنا الشاشه طبعا هرجع واقول تاني حته الثلاث علب يا جماعه، احنا بنعمل الثلاث علب علشان خاطر اليو اس بي الكبير بتاع الشاشه. لو احنا في بلاي ستيشن في اي حاجه بنبقى عاملين حسابها. تمام. طبعا العلب فوق وتحت قلناها 50 مره، قلنا العلب فوق وتحت عشان خاطر لو الخدمات جت تحت، لو في كنبه تحت ترابيزه صغيره يبقى الشاشه واقفه تحت، لو عليناها يبقى معانا خدمات فوق. تمام. طيب طبعا هنا برضو اللوحه الرئيسيه بتاعتنا احنا داخلين عملنا تعديل معماري، ما كسرناش سيراميك، فاللوحه الرئيسيه كانت موجوده بالفعل في وسط الشقه. هو بيفضل ان اللوحه الرئيسيه تبقى جنب الباب، بس احنا مش هينفع نغيرها عشان السيراميك تحت ما نستهلكش بتكلفه اكبر. عملنا بس لوحه الخدمات جنبها الخاصه بالراوتر. برضو تعالى معايا الغرفه دي. طبعا هنا ده كله شلناه وعملنا بار عشان المطبخ ده يبقى بفيو على القعده. هنا دي قعده معيشه هيبقى فيها هنا سفره، وهنا البار بتاعنا. البار هيخدم على جزء المعيشه اللي هنا. البار طبعا لسه هيتعمل رخام وهنجلده من هنا بديل حجر مع اضاءه بسيطه بحيث ان يدي معايا منظر جمالي. شغالين في السيراميك لسه في المطبخ. عملنا ايه تاني؟ تعالى معايا. هنا الجزء ده كان برضه ده كله سيراميك، كسرناه كله عشان ما ينفعش يبقى سيراميك بقى داخل داخل الغرفه او الصاله اللي هي بتاعت المعيشه. لازم ده كله يبقى على بعضه كده نقاشه. هنا مدخل الحمام، طبعا شغالين برضه في الحمام. عملنا هنا جلسه قاعده في الحمام. القعده دي هتاخد لون سيراميك فاتح. هنا كابينه الشاور بلون غامق، لسه كملة الشاور هتكمل هنا، وعاملين هنا فتحات الخوارنقات دي عشان خاطر الشاور وغيره. الحمام كله فاتح ما عدا كابينه الشاور هتكون غامق. تمام. في ملحوظه عاوز اقول عليها، دايما احنا شغالين يا جماعه للصناعيه للمهندسين لازم تاخد بالك من الصرف. اهم حاجه الصرف. بص الصرف متغلف ومتاكد عليه، وداخله داخل الصرف ده كرتون، وداخل الكرتون عاملين لزق. ليه؟ المونه لما بتقع فيه بتسده، نيجي بعد كده نستخدم نلاقي الميه ضعيفه، نلاقي الميه بترجع في البلاعه، نلاقي حوارات ومشاكل. سببها ايه؟ سببها الصرف ما يبقاش متقفل. لازم الصرف كله يكون متقفل زي ما انا مقفله كده. طيب طبعا كان في هنا مشكله في البلاطه دي، كسرناها طبعا عشان تتغير. وكان في مشكله في البلاطه دي برده مطبله، كسرناها برده عشان تتغير، لان طبعا ما ينفعش الشغل المطبل، ما ينفعش. اللحمات كلها زي ما انت شايف لازم تاخد بالك من اللحمات. اللحمات كلها خط. تعالى كده، تعالى هنا كده، بص هنا الخط بتاع اللحم طالع مسطره. الخط طلع من تحت لفوق مسطره. تاخد بالك من النقاط دي. لا ممكن تلاقي ايه الخط ده بلاطه طالعه عن بلاطه، فما يفضلش الكلام ده. طيب هنا غرفه النوم عملنا تعديلات بسيطه. الشباك هنا كان كبير قوي ما شاء الله، ما ينفعش طبعا الحجم ده كله، صغرنا الشباك عشان يخدم معايا. طبعا احط هنا تسريحه، مؤسسين الجزء ده هيبقى فيه هنا تسريحه، وهنا التكييف بتاعنا هيبقى موجود هنا. هنا الحمام عملنا بقى احنا هنا ايه؟ لقطه مهمه. عملنا احنا هنا دي كلها كانت حمام. الحمام ده ما كانش حمام لوحده، كان كله حمام كبير، فبنينا حيطه هنا. تعالى معايا كده بص على الحيطه دي، بنينا حيطه عشان نعمل حمام خاص بغرفه الماستر وحمام تاني خاص بالحمام رئيسي. هنا الحمام ده برضو عملنا كابينه شاور. كابينه الشاور هتكون معايا من هنا كابينه الشاور بالعرض كله، جنبها القعده وجنبها الحوض. طبعا كابينه الشاور دي لسه في خوارنا هيتفتح هنا
خورنق كبير عشان خاطر يخدم معاه لو في شامبوهات في اي حاجه. وهعمل برضو دي كلها غامق نفس النظام في الحمام الرئيسي، والباقي ده كله هيبقى فاتح. تمام. شغل الكهرباء برضه هنا عملنا هنا الشاشات بتاعتنا في اوضه النوم، مش يحبذ 3 علب، علبتين 2 كفايه، علبتين فوق وعلبتين تحت. عاملين حساب الجبسون بورد، مطلعين حساب الجبسون بورد، وعاملين حساب الكشاف الطوارئ. هنا في الحمام الثاني هنا اخر حاجه، هنا في الغرفه دي برضه الشباك كان كبير طبعا على حسب التصميم. احنا مصممين ان في هنا مكتب، ومصممين في هنا مكتب. المكتبين دول كان لازم نضيق الباب الشباك، طبعا الشباك ده كان واسع باين البنى بتاعه، بنيناه ومحرناه عشان خاطر يخدم ايه؟ يخدم معاه على المكاتب اللي هنا. هو ده كله التعديل المعماري اللي احنا عملناه زائد الباور اللي احنا عملناه. ان شاء الله باذن الله شغالين حاليا في السيراميك، نخلص السيراميك ان شاء الله ونهيئ الموقع ننظفه عشان نخش بعد كده في مرحله الجبسون بورد والتهويات بتاعتنا، وبعد كده ان شاء الله باذن الله نلتقي في النقاش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.